السلام عليكم. عشت 21 سنة من حياتي عندي صفة اسمها procrastination، التسويف. أنا كنت procrastinator عنيفة جدا، بعمل كل حاجة على آخر لحظة تقريبا. لو عندي امتحان يوم الخميس ممكن أذاكر الأربع بالليل. لو عندي homework ولا project غالبا بعمله على آخر لحظة. عشت ده في المدرسة وفي الجامعة. بصراحة ما حسيتش بمشكلة قوي، ما دفعتش تمن ده في المدرسة او في الجامعة. الواحد لما بيكبر كده وبيدخل في اعدادي وثانوي بيبقى عنده شوية خبرات وشوية ذكاء، بيستخدمه في انه بيبقى عارف الحكاية دي تتعمل في وقت قد ايه بأقل مجهود على اخر لحظة. بس اللي انا فاكراه ان مامتي الله يرحمها كانت بتقولي ان ده غلط، ولما تبقي يعني لما يبقى مطلوب منك حاجة اعمليها في ساعتها. وكنت بشوف ده بصراحة، كانت هي بتعمل ده. كانت لا يمكن يبقى وراها حاجة وتأجلها ولا تستنى للآخر، وراها حاجة تقوم تعملها دلوقتي. بصراحة كانت نموذج في الحكاية دي، ربنا يرحمها يعني. فبس انا كانت الدنيا ماشيه معايا تمام، ما كنتش حاسه بمشكله، فخلاص زي اي مراهقه يعني بتعند مع مامتها وخلاص. لحد ما كبرت واتخرجت واشتغلت وماشيه معايا الصفه دي. اول شغلانه اشتغلتها كانت مدرسه وانا بروكراستينيتور، فانا بقى الميس. فالكراسات مثلا جايه لي تتصلح، بقعد استنى عليها 3 4 ايام لحد ما تتصلح، لحد ما اللي هو ايه، الولاد لازم ياخدوها خلاص. مديرتي مثلا تبقى طالبه مني ريبورت، اقعد كتير عقبال ما اديهولها. بعد كده اشتغلت في شركه، انا فاكره ان احنا كان عندنا برزنتيشن المفروض انا اللي هعملها، كنا مسافرين بلد تانية نعملها. كنت قاعده بعملها على الطياره. مديرتي ربنا يمسيها بالخير ويكرمها كانت قاعده بصراحه يعني كانت هتتجنن مني، اللي هو احنا خلاص البرزنتيشن كمان كام ساعه وانتي قاعده تعمليها دلوقتي، طب انا هيبقى عندي فرصه ازاي ان انا اراجعها واقول لك فيدباك وكده. كانت متضايقه مني جدا بصراحه وعندها حق. نفس الحكايه بعد كده، مدير ورا التاني، اللي يطلب مني مكالمه، اللي يطلب مني برزنتيشن، اللي يطلب مني ريبورت، بس انا لاخر لحظه عشان اعملهم. لحد ما ابتديت ادفع تمن ده، ابتديت احس ان انا مديريني متضايقين مني. تقييماتي في الشغل ما كانتش حلوة في الحكاية دي رغم انها كانت كويسة جدا في بقية الجوانب. في حاجات بتتأخر فعلا، في حاجات ما بلحقهاش، خلاص ما بقاش فيه اللي هو ايه، الهومورك اللي هعمله وخلاص. لا، انا كبرت واشتغلت وبقى في ورايا مسؤوليات، فخلاص ابتديت اتاخر، ابتديت ادفع الثمن، ابتدى البرفورمانس بتاعي يقل، ابتديت في حاجات ما الحقش اعملها. فوقفت مع نفسي واقفه وقلت لا خلاص، يعني مامتي عندها حق وانا لازم اغير الصفه دي. والحمد لله بفضل ربنا اتحسنت فيها كتير. مش هدعي ان انا يعني تنظيم الوقت والاولويات عندي بقى 100%، لا طبعا بصراحه في اوقات بتاخر في حاجات مش المفروض اتاخر فيها. بس على الاقل ده مش على طول، يعني على الاقل ما بقاش زي الاول ان هو ده اسلوب حياة. لا، ده دلوقتي بيحصل نادرا، وبقف مع نفسي جامد لما بعمل ده. احيانا بتتعمل العكس، اللي هو ببقى مستعجلة على كل حاجة بسرعة احيانا برضو. بس معظم حياتي دلوقتي بقيت يعني خلاص لما ورايا حاجة بعملها، او على الاقل بحطها في جدول وبنظم وقتي عليها على حسب اولوياتها، مش بستنى لحد اخر لحظة علشان اعملها. وعايزه اقول لحضراتكم ده فرق في حياتي كتير جدا جدا فعلا. يعني زي ما انا دفعت تمن البروكراستينيشن وانا صغيره، دلوقتي باخد هديه تنظيم الوقت وتنظيم الاولويات، عباره عن هدوء نفسي. مفيش الاحساس بتاع حاجه بتزن في دماغي ده علشان ما خلصتش الحاجه باخدها، يعني بحتاجها بعملها على طول. فزي ما دفعت تمن بروكراستينيشن وانا صغيره مشاكل، دلوقتي انا باخد هدايا تنظيم الوقت والاولويات، واني اخد اكشن اول لما الحاجه تطلب مني، او اول لما اعرف ان انا في حاجه المفروض اعملها. ف وانا بصراحه بشوف الصفه دي في ولاد وبنات كتير من ولادنا المراهقين الفتره دي، ان هم يا دوب بيعملوا الهوم ورك على اخر حبه، بيذاكروا قبل الامتحان على طول. فانا جايه لكم المستقبل وبقول لكم الصفه دي هتضركم جدا لو فضلت مكمله معاكم. والتدريب عليها مش مستحيل، على يعني انك تاخد اكشن ويبقى عندك اولويات وعندك تنظيم وقت. بس طبعا كل ما هتبدأ بدري كل ما هيبقى احسن وهيبقى اسهل عليك، وهتاخد هدية ده، وهتاخد التمن بقى بتاع ده، ان انت حياتك هتبقى منظمة، وانت نفسك هتبقى اهدى، مش هتبقى متعصب، مش تبقى حاسس ان في مليون حاجة وراك فمش عارف تبدأ منين فتكسل تبدأ في اي حاجة.
فانا يعني بقول للناس اللي هي منظمه وقتها وحياتها تمام، ربنا يبارك لكم، حافظوا على النظام ده. والبروكراستينيتورز اللي زيي او زي ما انا كنت زمان، حاولوا تتخلصوا من الصفه دي بسرعه، بان اول لما يجيلك اكشن او اول ما يطلب منك حاجه تعملها على طول، او على الاقل تحطها في جدول اولويات وجدول تنظيم وقت، مش تستنى لحد ما يبقى يعني خلاص لو تاخرت 30 ثانيه هيبقى في مشكله وتعملها. وزي ما انت بتدفع تمن دلوقتي انك متضايق من انك بتسوف كل حاجه، اوعدك انك هتتبسط جدا لما تنظم حياتك وتنظم اولوياتك، وكل ما يطلب منك حاجه او تبقى محتاج تعمل حاجه تاخد فيها اكشن على طول. سلام عليكم.